هاتي بقى ربع لحمة مفرومة وزودي عليهم كده بصلتين مبشورين وبطاطستين مبشورين عشان هنعمل منه أكلة حلوة للولاد إن شاء الله هتعجبهم. بس فضلا ترفعوا الفيديو بلايك عشان يوصل لناس كتير. سموا بالله وصلوا على الرسول وتعالوا شوفوا طريقة التحضير. في البداية هحتاج لبطاطسيتين. البطاطسية دي كانت كبيرة فهي دي اللي انا هستعملها، التانية هبشرها بس حسيتها هتكون كتير قوي على الوصفة، فلو البطاطسيتين صغيرين هنستعملهم الاتنين. انا هاخد الكبيرة بس هبشرها كده بشر ناعم. بصوا هطلع لكم النهارده اكله حلوه قوي، يعني مش هتحسوا بقى كده ايه ان اللحمه قليله خالص في الوصفه اللي معانا، العكس. البطاطس مع البصل هيضاعفوا كميه العصاج وهيخلوها كتيره قوي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هاخدهم بقى واغسلهم كويس عشان النشا ده يكون اختفى تماما والبطاطس تكون ايه نظيفه معانا. انا طبعا كنت لما قشرتها غسلتها بس عشان اضمن ان النشا كله اللي فيها نزل. بس اغسلها كده 3-4 مرات لغايه ما لقيتها تبقى نظيفه، وهصفيها وهبشر البصل. دول بصلتين متوسطين يعني حجمهم متوسط، هبدأ ان انا ابشرهم وهضيف بقى عليهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ده كان ربع كيلو، وعليهم البصلتين وعليهم بقى البطاطس اللي احنا عملناها. انا كنت عايزه اعمل اكله ولقيت ربع كيلو مش هيقضي، فعملت بقى كده عشان يضاعف الكميه. خدوا بالكم ولا البصل بيبان ولا البطاطس بتبان خالص في الوصفه اللي معانا دي، بتبقى طعمها جميل قوي. هضيف بقى عليهم البطاطس، وهم دول كميه البطاطس اللي انا حطيتها بس. بعدين هجيب طاسه تترفع على النار واحط عليها بقى الحاجات اللي معايا دي، واحط لها ملح وفلفل اسمر واسيبها بقى تتعصج. بس ههدي النار، ولو لقيت البطاطس ما استوتش حطي ربع كوبايه من الميه وغطي عليها. في الوقت ده بقى هجيب شوربه تكون سخنه، ولو الشوربه بتاعتك مش دسمه هتحطي عليها معلقه من الزبده او السمنه او قشطه وش اللبن لو متوفر عندك، وحطيت عليها شويه من اللبن او الحليب. طبعا انا مبهراها بملح وفلفل اسمر. هجيب بقى عندي رقاق ناشف وابدا ابل واحده واحده كده واحطها في الصينيه لغايه ما اوصل لنص الصينيه ونص كميه الرقاق، يعني لفه نص كيلو واخد نصها في الطبقه الاولى وبعدين هحط الحشو. طبعا انا بلها بس كده يعني يا دوب بتتبل معايا وبطلعها على طول عشان ما تتقطعش وتتهرى معايا. لما وصل بقى نص الصينيه بضيف الحشو. بصوا ده شكل العصاج مش باين خالص ان في بطاطس ولا الكلام ده، هيدي تسكيره حلوه قوي. البطاطس هتدي كده طعم البصل. انا كنت عايزه اعمل صينيتين رقاق ولقيت الربع مش هيقضي فعملت كده. هكمل بقى بقيه الكميه. بصوا اقطعها قبل ما تدخل الفرن عشان تخرج بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عندك بقى قشطه حطي على الوش شويه سمنه اي حاجه. لو عايزه بقى تزودي القيمه الغذائيه هتزودي في العصاج واحد فلفل اصفر كده على احمر هيديله طعم حلو قوي. بصوا مقرمشه من بره وطريه من جوه. انا طبعا كنت قطعتها قبل ما تدخل النار، هي ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، هتاخد ربع ساعه يعني. الرقاق ما بياخدش وقت والعصاج مستوي يعني معانا. وبفتح عليها كده الشوايه 5 دقايق من فوق عشان وشها يحمر. بصوا انا من تحت بقى بقطعها كده، يعني انا بمشي على الحتت اللي انا كنت مقطعاها قبل ما تدخل الفرن. بص طعمها في منتهى الجمال. انا حتى لو عندي لحم مفرومه كتير بعد كده هعملها كده احط بطاطساي تدي تسكيره حلوه قوي مع البصل مع اللحمه خطيره. لازم تجربوها على ضمانتي ان شاء الله تعجبكم. بصوا ده شكلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير. اشوفكم على خير مع